السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ الواحد بيحب فكرة انه يصور هو ماشي، بس حبيت بس اتكلم النهاردة في الفيديو ده وبعلي صوت عشان خاطر انتوا تسمعوني. الفيديو ده جميل جدا وهيعجبكم لانه بيمس حاجة جوانا. الفيديو ده النهاردة انا هتكلم فيه على موضوع يا جماعة، موضوع الرضا، مفهوم الرضا. يعني الرضا بشوف ناس كتيرة جدا بيكون معاها مثلا لبس كتير وبسم الله ما شاء الله وصحتها حلوة وعربية وحاجات كتيرة جدا، لكن يفتقد ان هو يكون عنده رضا. يفتقد انه مش شايف عنده النعم دي كلها، شايف انه هي حاجة بسيطة جدا، رغم ان هو بيمتلك اشياء وبيمتلك حاجات اللي بره بيحسدوا عليها. طب ليه هو بيحصل معاه كده؟ اولا يا جماعه، هو سبحان الله هو بينظر الى الشيء المفقود، رغم انه هو ما فيش مفقود. انت لو ما عندكش اي حاجه من النعم دي و و و و وسبحان الله بتصحى من النوم وصحتك كويسه ودنيتك حلوه والناس بتعاملك كويس، ويعني وربنا سبحانه وتعالى اتاح لك يوم جديد، فانت في اللحظه دي في نعم. فاهمين قصدي؟ ف فلما بيكون معاك الحاجات دي كلها وانت ما بتشكرش ربنا ولا بتحمد ربنا، بتحس انه انت مش معاك حاجة. لانه فعلا يا جماعة الرضا ده من اجمل الشعور اللي الانسان بيحس بيه. طيب احنا نعمل ايه؟ اولا يا جماعة في حاجة اسمها امتنان، ان انت تمتن الى الله سبحانه وتعالى. تمتن ليه، مش مجرد اقول انا شكرا او الحمد لله يا رب انت عملت لي كذا او انت عملت لي كذا، لا، انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى بقلبك، تكون حاسس نعمة الشكر، تكون مستشعر النعمة دي. وغير كده تشكر الناس، يعني لو حد قدم لك حاجة ولا قدم لك مساعدة ولا قدم لك أي حاجة تشكره. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تمام، احنا دخلنا في موضوع الشكر لأنه أنا بعتبر إن الشكر ليه علاقة بالرضا. فأنت لما يكون عندك النعم دي كلها، عندك عربية وعندك لبس كتير وعندك أكل وعندك يعني أكل يكفيك مش في يومك بس، ده بكفيك اسبوع اسبوعين ثلاثه. كل يوم بتتفسح فسحات حلوه، كل يوم بتخرج مع اصحابك، الناس بتحبك، انت مش شايف للموضوع دي قيمه، يبقى في مشكله عندك، يبقى انت عندك مشكله، يبقى انت تراجع نفسك مع الرضا بجد. يعني لازم تراجع نفسك مع انه انا ليه مش شايف النعمه دي، رغم انه اللي بره شايف كل النعم اللي عندي دي. لا، انت لازم تراجع نفسك، لازم تقعد مع نفسك. والله العظيم لو قعدت مع نفسك وجبت ورقة وقلم بجد بجد، وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها، بجد هتحس ان انت عندك نعم كتيرة جدا انت مش مستشعرة. وانا هقول لك على حاجة يمكن انا عملتها، هقول لك تعمل ايه. جيب ورقة وقلم واكتب كل النعم اللي عندك. يومك بيبدأ ازاي؟ ما على سبيل المثال انت بتروح شغلك، في ناس كتيرة بتعاملك كويس، بتشرب قهوتك، بتقرأ في الكتاب اللي انت بتحبه، بتسمع حاجة انت بتحبها. اكتب الحاجات دي كلها وامتن، لانه ربنا سبحانه وتعالى عز وجل يسر لك الامور دي. اكتب الامور اللي هي بتسعدك في يومك. انا فلان قابلني كويس، لا ده فلان ضحك في وشي، انا النهارده جات لي ترقية، انا النهارده ربنا سبحانه وتعالى انا ما عنديش سياره بس ربنا سبحانه وتعالى يسر لي ان زميلي وصلني. الحاجات دي مش اوعى تفتكروا ان الحاجات دي هينه، الحاجات دي مش هينه، الحاجات دي كبيره. لما بتعمل كده بقى لما بتعمل كده بقى مع ربنا سبحانه وتعالى يعني ولا ان شكرتم لازيدنكم، سبحان الله بتلقى انه الموضوع والله بجد الموضوع تضاعف معك، الموضوع تضاعف معك. يعني ايه؟ على سبيل المثال انت لما حد بيدي لك هديه وما تشكروش، بيعمل ايه الشخص ده؟ مش بيديك هدية تاني، مش بيعبرك بالبلدي، لكن يعني ولله المثل الاعلى طبعا. لكن انت لما فلان يديك هديه، انت ايه؟ تروح تشكر، والله بجد انت احسن هديه دي جات لي، بجد شكرا، بجد مش عارف ايه. يعمل ايه؟ هيهديك تاني، وهكذا رب العزة سبحانه وتعالى بيعمل معانا. لازم تحمده على النعم. انت ما عندكش ولا حاجه، ولا سياره ولا منزل كبير ولا اي حاجه، بس عندك صحه وعندك ناس بتحبك وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا. لازم تستشعر النعمه دي بجد يا جماعة. عيشوا بالرضا. الرضا ده من أسمى وأجمل الشعور اللي أنت محتاجه في حياتك. بس أنا طولت عليكم، ويا رب بس الصوت يبقى كويس يعني، وأشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.